السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا اليوم الفيديو مالتنا مختلف شوية عن باقي الفيديوهات. أريد أشرح لكم على ميزة جرس الإشعارات. طبعا هواية ناس أو بعض الناس، وأنا كنت وحدة من عندهم، أنه ما نعرف يعني من المتابعين ينزلون محتوى جديد ما نعرف، ما يجينا إشعار زين. فحبيت أشرح لكم عن جرس التنبيهات أو جرس الإشعارات. هذا طبعا هو جرس التنبيهات أو الإشعارات. طبعا نكبس عليه راح تطلع لنا كل الفيديوهات. شوفوا كل الفيديوهات اللي منزليها اخوانا المتابعين، طبعا العروض، الحفلات، التعليقات، يعني إذا معلقين عندنا ردود طبعا تعليقاتنا اللي عندهم كله موجود. تشوفون كله موجود. ينزلون فيديو، ينزلون عرض، ينزلون حفلة، يعني يكتبون تعليق عندنا، يردون على تعليقاتنا، كله موجود. جرس الإشعارات، بس نكبس على الجرس. طبعا أنا آسفة وأعتذر، النت عندنا كلش ضعيف. ها شوفوا عفوا آسفة. هاي طبعا الفيديوهات اللي نزلوها اليوم. طبعا النت عندنا جدا ضعيف للأسف، أعتذر من عندكم. كلها موجودة. هاي الفيديو مال شيمو بنتي حبيبتي، بكل بساطة مع شيماء عطية. شوفوا تم الرد من قبل، بكل بساطة مع شيماء عطية تم الرد. شوف يعني الردود مالتها على تعليقاتي تظهر كلها، أو إذا هي تعلق عندي أو أي أحد يعلق عندي طبعا يظهر. ويعني هاي من خلال جرس الإشعارات أو جرس التنبيهات. ماشي، إن شاء الله يعني كان شرحي بسيط ومفيد وقدرت أوصل لكم فكرة يعني إن شاء الله. شوفوا كله موجود، وأشكركم طبعا. أني طبعا اليوم شيمو بنتي حبيبتي نزلت فيديو جديد، يا ريت يعني تروحون تشوفون الفيديو. بارك الله بكم وجزاكم الله ألف ألف خير. يا ريت اليوم الفيديو عجبكم طبعا. أشكركم، أني طبعا أشكر حضوركم، تسلموا لي. بارك الله بكم وجزاكم الله ألف ألف خير، وإن شاء الله جميع أعمالكم في ميزان حسناتكم. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.